تدفع كام في برنامج فيه حسابات وإدارة عملاء وإدارة عملاء محتملين وتقارير وإدارة مهام وتوزيع مهام ومتابعة عملاء وتوزيع مهام العملاء وداشبورد الحسابات بتاعتك، برنامج يعتبر شامل كل حاجة ممكن تحتاجها في شركتك مثلا. تدفع كام في برنامج زي ده؟ أنا عملت البرنامج ده وما دفعتش ولا جنيه. من 3 أيام كنت أنا قاعد كده والدنيا متلخبطة معايا في دماغي، مش عارف أرتب دماغي ولا عارف أرتب شغلي، الدنيا هتمشي إزاي، الدنيا ملخبطة وشغلي كتير. قلت طب أنا ليه ما أعملش برنامج يحل لي المشكلة دي، أقدر إن أنا أسجل عليه المهام بتاعتي وهو يحطها لي في الكالندر لوحده، وأقدر بس إن أنا كل يوم أبص عليه أشوف إيه اللي أنا عندي النهاردة وأعلم على اللي أنا عملته وأشوف إيه اللي فاضل لي. بدل النوتس يعني، والنوتس عادةً بننسى إن إحنا نكتبها، البرنامج كده كده أنا باشتغل على اللابتوب على طول، فأكيد شغال عليه. وزي ما قُلت قبل كده إن أنا باجهّز إن أنا أعمل system كامل بدون أي موظفين، شركة كاملة بدون أي موظفين، فقُلت ده يبقى الجزء الأولاني للشركة دي. تعالوا نشوف أنا عملت إيه. أول حاجة أنا دخلت على Gemini، أنا في البرنامج ده استخدمت تقريبًا كل الAI المتاحة، الموضوع ما كانش سهل بصراحة. بس أنا أول ما بدأت بجيميناي فلاش العادي النسخة المجانية، فقُلت له إن أنا عايزك تساعدني إن أنا أنظّم وقتي وشغلي اليومي، ترتيب الأولويات، وأعمل جداول شهرية لعملائي والتزاماتي بحيث أكون عارف بالضبط عندي إيه كل يوم، عايزك تكتب لي كود برنامج أقدر أنظّم فيه كل ده. طبعًا الصورة اللي في كام دي بعد ما هو طلّع لي الكود ده كان أول نسخة من البرنامج طلعت، صفحة تسجيل دخول، واجهة لعرض المهام، جزء لإدارة العملا، تقويم شهري لعرض التزاماتك، مساحة مخصصة يمكنك من خلالها دمج الذكاء الاصطناعي مستقبلا. طيب تعال نشوف هو ده البريفيو اللي بيعمله جيميناي، مش ده اللي أنا شغال عليه حاليا. هو جد هنا ده موضوع سيمبل جدا، يعني انت ممكن بس انك تدخل على جيميناي او شات جي بي تي هو هيطلع لك نسخة مبسطة زي ده. هو هنا ترجم اللي انا عايزه بالظبط وبخياله وقام جاي اعملها، فقال لك فسماه منظم المهام اليومية. ممكن ندخل المهمة دي انت محتاجها، التاريخ بتاعها، عميل معين مفيش، وبتعمل اضافة للمهمة. طبعا أنا هنا ديت بس نسخة للعرض، وهنا مكان للعملاء انك تضيف اسم العميل عشان يرحل معاك على المهام. الحسابات قال لك الايرادات والمصروفات وصافي الرصيد، الحساب ده ايه، تقويم اداني هنا تقويم الكالندر بتاعت الشهر، ولو انا ضفت فيها مهمة بيقوم جاي مسجلها. وهنا عمل لي جزء مساعد ذكي. مساعد ذكي ده AI، زي ما يكون عندي شات جي بي تي محل. انا بعد كده شِلته لإن انا حسيت ان انا مش هاحتاجه في حاجة دلوقتي يعني، بس ده شيء لطيف جدًا يعني. لو أنت ممكن تكتب له مثلًا ما مهام اليوم، مش عارف هيرد أهو مثلًا يعني قال لك أنا أتفهم إنك تبحث عن مهام اليوم صفر مسار افتراضي ليس دال للوصول لمعلومات شخصية. أنت تقدر تكلمه يعني، ممكن تقول له مثلًا طريقة عمل المكرونة، هو ده عنده إن هو بس متخصص في مساعدة تنظيم المهام وإدارة الوقت والإرشادات المتعلقة بده. طب أنا لو قُلت مثلًا إزاي أقدر أنظّم يوم، هنا دي رَد عليه، قال لك التخطيط المُسبق وخصص 15 يعني رَد في المجال ده ممتاز بصراحة. أنا شِلته لإن أنا مش هاحتاجه، وممكن أستخدم Gemini أو أستخدم ChatGPT أي حاجة تانية يعني هتقوم لي بنفس الدور، ومش محتاج إن أنا أكون جوّه البرنامج حاليًا. لمّا بدأت إن أنا أشغّل البرنامج ده عندي على الجهاز، فزي ما تقول بدأت بقى إيه طموحات تعلى، حبيت إن أنا أزوّد فيه، ومهما كان زمن الفيديو أنا مش هاقدر إن أنا أحُط الحاجات اللي أنا عملتها كلّها بالترتيل يعني، هي مستحيل، لإن أنا عندي مثلًا هاورّيك دلوقتي مثلًا 15، 20 صفحة هنا شات مع Gemini وكذلك في ChatGPT، وأخلّص من النسخة الtrial المدفوعة في Gemini أقوم جاي قالب account تاني عشان أفتح نسخة جديدة، وأخلّص من ChatGPT وأقوم جاي قالب account تاني. لأ بصراحة الموضوع كان صعب جدًا المرّة دي عن البرنامج اللي فات، وعما كنت أنا أتصوّر أنا شخصيًا، لإن المرّة دي بجد كود برمجي يعني حاجة professional جدًا، عملت الtest بتاعها ممتاز بصراحة. هنا وChat GPT وDeepSeek استخدمته وCloudي وكل أي حاجة أنا استخدمتها، فأنا باتكلّم معاه عادي جدًا عشان أوصّل له فكرة معيّنة أنا عايزه إن هو يعملها وبكل بلاهة، يعني بدون ما يبان إنه فاهم حاجة. هتلاقيني كذا مرّة وأنا باتكلم هاقول له خلّي بالك إن أنا مش مبرمج، فقُل لي أعمل إيه بالضبط. كان في الأول عامل لي الكود في صفحة واحدة تمام، بس بعد كده لمّا بدأت إن أنا أزوّد والموضوع يتطوّر قال لي إن ده مش هيبقى كفاية،
صفحه واحده وان احنا لازم نقسمه على صفحتين وبعد كده بقوا 3. ولما خلصت لقيت ان انا عشان اطور اكتر في البرنامج فانا هقسم كل جزء في البرنامج لوحده لصفحه كود مستقله. يلا بينا نشوف ازاي ده بيتعمل. انت لازم بيكون عندك كومبايلر او حاجه بتكتب فيها الكود، ممكن على النوت باد ممكن تعملها، بس ده بيبقى احسن لان هو مخصص، وتقدر بعد كده انك انت تبحث لو في مشكله او ايرور في حاجه. فده اول ملف اللي هو الاندكس. ده الاندكس ده اللي انا فهمته هنشوفه طبعا، اللي فهمته ده اللي بيكون فيه شكل الصفحه، ونقدر نقول ايه الفرونت اند بيسموها المبرمجين، ده الواجهه بتاعته بتبقى عامله ازاي. وفي ملف تاني، فايل تاني اللي هو الاب ده بقى اللي بيبقى فيه التكنيكالز، شغال الحاجات اللي مربوطه ببعض، الحاجات دي بتظهر ازاي، يجيب مكتبه ايه، حاجات كده يعني اللي انا فهمته. وفي الكونفيجريشن ده اللي بتسجل عليه معلومات بتاعه الربط بالفاير بيج، ويبقى فيها معلومات تسجيل الدخول او كده تقريبا. يلا بينا نشوف بقى ايه البرنامج دلوقتي عامل ازاي، وبعد كده نرجع نشرح ده بيتعامل ازاي وايه الخطوات اللي خدناها. بسم الله. بص يا باشا، ده البرنامج. فخر الانتاج بعد ال4 ايام شغل فيه ده انا ما اعرفش اكتب ولا كود ولا سطر واحد برمجي. كل ده انا طلعته بان انا بتكلم بالعاميه عادي وبكلم الاي اي وهو بيديني اكواد. مع الوقت بدات افهم ازاي اتعامل معاه، ان هو يصلح لي بقى لو في مشكله، لو في غلط يبدا ان هو يتحسن الموضوع معايا. طيب بسم الله. بص يا باشا، هنا عمل لي CRM، اداره علاقات العملاء. تمام. ديت كانت حاجه ما كانتش موجوده في الفيرجن الاولاني، بس انا كنت حابب انها تبقى ضروري انها تبقى موجوده عشان ان هو اقدر اسجل العملاء بتوعي فيها واقدر اتابعهم ومواعيد الاشتراك بتاعتهم واللي دفع ايه والكلام ده مع جزء الحسابات. فتعالى هنا بيقول لك مثلا ايه اداره اسم العميل. تعال نشوف هنسجل العملاء او ناخد فكره عامه كده عن البرنامج. هنا CRM اداره العملاء. هنا بقى اداره العملاء المحتملين. يعني انا دلوقتي في عميل انا عامل اعلان مثلا على الفيسبوك وكلمني 15 20 عنه، بدل ما انا بقى ايه اقعد اكلم واحد واحد وده قال لي ايه وده رد عليا حصل ايه والدنيا مشيت ازاي هنا وبتاع، فيلم طويل ويتوه منك، وده كان قايل لك ابقى كلمني تاني، وده ممكن حد تاني يكلمه ويقنعه. ليله طويله. الناس اي حد بيبقى عنده بوتنشال، يعني عنده عملاء محتملين، بيبقى عارف ان الموضوع ده توهه. تمام. فهنا عملنا اداره العملاء المحتملين. الحسابات عملت فيها الفواتير والمصروفات والتحصيلات. يعني انت ممكن عندك كمان مش بس الفواتير انا طلعتها برقم كذا، لا انا حصلت منها كام، وهنرجع دلوقتي ونشوف. والتقويم ده اللي كان اساس بتاع البرنامج اللي انا فكرت فيه، اللي هو المهام. هنا بيتسجل المهام بتاعتك كلها، في بعض منها بيتسجل اوتوماتيك وهنشوف دلوقتي، وفي البعض انت بتسجله يدوي حسب ما انت عايز. وهنا في التقارير هنا كمان بيقول لك اخر 6 شهور، اخر 3 اشهر، اخر 12 شهر، زي ما انت عايز، وبيعمل لك شارت رسم بياني بالحاجات اللي حصلت من الفواتير، المصروفات، التحصيلات، الصافي. نشوف دلوقتي. وهنا في اعدادات العمله الافتراضيه، جنيه مصري ولا ريال سعودي، اداره الباقات اللي موجوده عندك. كل ده يا باشا في الاخر بيرجع يجمعه في لوحه التحكم الجميله اللي قدامك دي، ويطلع لك بقى اجمالي الفواتير، اجمالي المصروفات، اجمالي التحصيلات كام، الصافي بتاعك كام، المهام القادمه ايه. وهنشوف بقى دلوقتي الكلام ده كله. فواتير الغير مدفوعه، يعني انت عملت فاتوره بس ما اتحصلتش فيطلع لك هي ايه. المهام اللي عندك النهارده. العملاء المحتملين الجدد، معدل التحويل، متوسط وقت التحويل من بوتنشال لكلاينت او مش كلاينت قد ايه. هنا بقى بيطلع لك كمان توزيع العملاء حسب المصدر، والاداء المالي بتاعه من تحصيلات ومصروفات وفواتير. بصراحه حاجه في قمه الروعه. يعني مش عارف انا لو انا هعمل البرنامج زي ده ممكن ادفع فيه كام، يعني مش عارف، بس هو يستاهل. والصراحه انا لو انا هديه لحد زي ما هو كده وانا عامله اي وانا ما بفهمش حاجه في البرمجه، انا هبيعه له، لان انا بصراحه تعبت فيه واشفقت جدا بصراحه على المبرمجين. طب انا مش متخيل ان ممكن مثلا اقعد ساعه قاعد ادور انا والاي ان في مشكله دي تطلع في الاخر ان المشكله فيها قوس ناقص. حاجه مش طبيعيه. فتخيل ده ايه المبرمج وهو قاعد يدور على سطر سطر يا عيني، وبيدور على قوس ناقص، نقطة ناقصة، هو حاسس اي حاجة. كابيتال عند سمول بيفرق. يلا بينا نمشي. تعال الأول CRM إدارة العملاء، وتعالى نسجل عميل، وليكن العميل أمي، رقم التليفون 1 2 3 4 5 مش عارف ايه، الباقة بتاعت العميل. هو حاطط لي على فكرة الباقات ديت هو حاططها لي افتراضي مع نفسه، بس تمام يعني خلينا نقول إن هو أساسي. خلي في احترافي 3500، قيمة الاشتراك اللي بيدفعه 3500، ده اسم الباقة ومكتوبة لوحدها احترافي 3500، ده القيمة بتاعتها. ميعاد اللي بقى فيه عميل معانا النهارده مثلا 2/9، يلا بينا 2/9.
في ملاحظات على العميل ده مثلا ممكن اقول ان يعني لو انا ده كان عميل بوتنشال مثلا كان جاي من فيسبوك مثلا، حلو، يلا نضيف العميل هنا ظهر قدامي. خلي بالك بقى هنا ايه ظهر لك؟ هنا الاسم ورقم التليفون، الباقه بتاعته، قيمه الاشتراك، تاريخ التجديد. دي حاجه انا ضفتها برضه، ان هو هيضيف لي تاريخ التجديد اللي جاي. انا قايل له ان هو انت عامل لي في الكود انه نفس اليوم في الشهر الجاي يبقى ده تاريخ التجديد بتاعه. ده هيتسجل لوحده في المهام، يعني في المهام بتاعه يوم 2/10 ده هيكون متسجل فيها لوحده. تعالى بقى اشوف ايه اللي حصل هنا. هنا طلع لي نوتيفيكيشن. بص بقى، دي الحاجات الجميله جدا برضو اللي قعدت فيها شويه. تم اضافه العميل امير، تم انشاء مهمه تجديد العميل بتاريخ 2/10 نوتيفيكيشن. حاجه جميله جدا. طيب يلا نروح للعملاء المحتملين. اسم العميل مثلا قول امير 2 رقم الهاتف اي حاجه مش عارف ايه جاي منين. يلا حاجات ضفناها، يعني مثلا عملت اعلان جوجل ادز ولا انستجرام ولا فيسبوك ولا احاله من حد ولا حاجه تانية، كويس. فجينا قلنا لو قلنا مثلا فيسبوك، ضافوا في فيسبوك التاريخ بتاعه النهارده مننا 2. مين بقى الموظف المسؤول؟ الموظف المسؤول ده لما اجي اضيف موظفين مين اللي جابه، مين اللي هيتعامل معاه، يعني في تايم لاين خاص بكل واحد عشان نبقى احنا عارفين الموظف المسؤول. ومثلا هو هنا الايميل بتاعنا اللي موجود لان هو المتسجل. يلا نضيف العميل اميرتنا. خلي بالك بقى هنا من النقطه ضفنا ايه الاجراءات بقى اللي حصلت معاه. الراجل ده خلاص احنا اتكلمنا معاه والدنيا معاه زي الفل. وفي هنا اجراء بقى، يلا تحويل العميل ده. يعني تحويل ده هيخلوه لي ايه العميل اوريك دلوقتي، او ان احنا نخلي ده ليد ضعيف ما ينفعش معانا، او ان احنا نظهر التفاصيل بتاعته، او ان احنا نحذفه خالص. خلي بالك بقى هنا لما يكون عندك عملاء كتير فانا عايز ادور بقى على واحد، لا ضفنا كمان انك انت تعمل فلتر. يعني انا عايز اعمل سيرش الحاله بتاعت العميل ده جديد، ده اللي تم التواصل. دي حاجات بنضيفها برضه. مؤهل ضعيف، المصادر بتاعتنا جاي من فيسبوك ولا انستجرام ولا ايه، برضه نحللها. كل الموظفين لما يظهر الموظفين مين الموظف اللي متابع معاه. عشان انا مثلا عندي موظف مثلا في السيلز عايز اشوف هو متابع مع مين وبيعمل ايه، هقدر ان انا اعمل لها الفلتر من هنا. شايفين الجمال عامل ازاي؟ تعالوا نضيف حاجه تانية عشان عايز اوريكم. نضيف مثلا ايه، نكتب الجندي مثلا، هنضيف ده كعميل تاني وبعدين ده مش عارف ايه، وده جاي من جوجل ادس بس بلاش فيسبوك، وبرضه في نفس اليوم. والموظف يلا ميليس يعني ده عليه تمام. ضفنا اهو. انا لو دوست تحويل هنا، يعني انا لو دوست على تحويل ده هيحوله لي عميل. هوريك برضه دلوقتي بس عشان نرجع نبص على تعال نروح للجزء التالت بتاع الحسابات الفواتير. احنا ممكن نطلع فاتوره الاول. مين العميل اللي عندنا؟ العميل ده امير اهوت. هنا فيها علاج شويه بس هنظبطها. المبلغ هو بيدفع 3500 اليوم. النهارده حاله الفاتوره لو غير مدفوعه دي بقى كده انا عليها بالتحصيلات، يعني شوف مثلا دفع منها كام واللي ناقص عليه قد ايه. مدفوعه اضافه الفاتوره، فظهر لي هنا امير كذا كذا كذا. المصروفات قلنا مثلا جربنا 1000 جنيه سوري هنا ايجار لا ايجار المبلغ 1000 جنيه اضافه المصروف. كويس. خلي بالك ان انا اوتوماتيك سجل لي في التحصيلات لان انا عملت حاله الفاتوره بتاعت امير دي مدفوعه، فسجلها لي في التحصيلات على طول 3500 لان هم مدفوعين. طبعا ممكن ان انا احذف اي حاجه فيهم، ده مشكله. لو بصينا في الجزء بتاع النوتيفيكيشنز كل اللي احنا عملناه ده اتسجل. لما ضفت على فكره كمان هوريكم دلوقتي، لما ضفت العميل هو ضاف لي مهام تلقائيه. هنشوف يلا بينا على التقويم. كان التقويم اهو. ايه بقى المهام التلقائيه اللي ضافها لي ديت؟ او عامل لي اوتوماتيك ان انا لما بضيف عميل مثلا العميل اللي في واخد الباقه الاحترافيه دي بعمل معاه متابعه وجلسه استراتيجيه وتنفيذ محتوى وودي له تقرير. ففي العاملين هنا حط لي اوتوماتيك المهام دي في اليوم اللي العميل سجل فيه، واقدر ان انا اعدد اخليه يحط لي المهام في اي يوم مثلا كل 3 ايام هينزل له بوست كل كذا براحته. فده اوتوماتيك كويس. فهنا دي مهام اليوم اهو، دي اتسجلت لوحدها النهارده. ممكن انا اروح ليوم تاني يوم 3 بكره واعمل انا اضافه مهمه. ايه مثلا هنكتب بوست العميل انيك حز تاني يوم 2. خلي بالك لما سجلت العميل المحتمل اللي هو العميل 2 والجندي، هو قال لي ايه متابعه العميل، يعني ان هو انت هتتصل بيهم هتعمل فولو معاك في يوم 3 البوست. كويس. وظهروا لي في المهام التقارير. دلوقتي احنا سجلنا حسابات. هنا بقى في التقارير قال لك ايه مالي الفواتير 3500 المصروفات التحصيلات 3500 هي الصافي 2500. طبعا في تشارت برضه بيبين لك الفرق بين المصروفات والفواتير بتاعتك والتحصيلات والفواتير. يعني انت لو انت
عم طلع فواتير ب 10,000 وعامل تخصيم ب 5,000 بس هيبان لك برضه هنا. وممكن بقى انك انت تحددها هنا في يبقى 3 اشهر ولا 6 اشهر ولا 12 شهر، سنه كامله، كل حاجه باينه. وجهه نظري هنا حاجه في قمه الروعه. تعالوا نشوف الاعدادات هنا زي ما قلنا ان هو بيدي لك العمله. الباقات بقى اللي انا زي اخترنا منها ديت، انا اقدر ان انا اعدل واضيف انا باقات، اسم الباقه، السعر، المده بتاعه الباقه، والمهام التلقائيه اللي قلنا عليها عند انشاء الفاتوره. مجرد من ان انا اسجل يطلع لي على طول المهام التلقائيه بتاعته. لو خدنا بالنا احنا سجلنا العميل عندنا احترافي، فقال لك جلسه استراتيجيه وتنفيذ محتوى وتحسين الاداء وتقرير اسبوعي، ده سجله تلقائي على طول. كويس. تعالوا بقى نطلع على لوحه التحكم نشوف ايه اللي حصل بعد اللي احنا ضفناه ده. لوحه التحكم بقى عندنا هنا اجمالي الفواتير كذا، 3500 اجمالي المصروفات، اجمالي التحصيلات، الصافي بتاعنا كذا. المهام القادمه، قال لك عندك تجديد اشتراك يوم 2/10، متابعه العميل يوم 2/9، دي اللي اتسجلت من تحت لفوق، جلسه استراتيجيه تنفيذ محتوى ده 2/9. مهام اليوم بتاعتك ايه؟ تابع العميل ده وتابع العميل ده، جلسه استراتيجيه، مش نفس الحاجات اللي هي بقى بتاعت النهارده اللي اتسجلت في النهارده. مفيش فواتير غير مدفوعه. تعالى العملاء المحتملين، 2 سجلناهم. معدل التحويل هو حسب العميل الاولاني كعميل، فمن 3 عملاء احنا بنحول العميل كده بقى التلت عندنا اتحول من عميل محتمل لعميل فعلي. اما اجي ادوس على تنفيذ ده هيزيد. متوسط وقت التحويل لسه مفيش لان احنا سجلنا العميل ده. هنا بقى حته جميله قوي، توزيع العملاء حسب المصدر. هنا فيسبوك، ده فيسبوك عدد العملاء 1، وهنا جوجل ادس عدد العملاء 1. بيفيدك ده في ايه؟ اي حد بيعمل اعلانات على كذا منصه وبياخد بقى الليدز دي، يبقى عايز يعرف ده جاي منين وده جاي منين، عشان يعرف مين المنصه اللي احسن بالنسبه له واللي بتجيب له عملاء احسن من الثانيه. هنا يا باشا هتسجل كل ده، يبدا بقى يظهر لك انت بقى جالك الفيسبوك جاب لك 5 عملاء، الانستجرام جاب لك 3، ايا كان هو بيبدا ان هو يحددها لك. ده الاداء المالي، الفواتير 3500 والمصروفات 1000 والتحصيلات كذا، برضه عامل لك شارت ليها. شوف الروقان كده، الدنيا فايت معاك ازاي. يعني انت عملت تقريبا كل حاجه ممكن تبقى محتاجها في برنامج واحد، الدنيا اتسمت معاك كل ده وانت مش مبرمج. انت ما تعرفش حاجه بالبرمجه، تعرفش تكتب كود واحد، كل ده بالكلام. ازاي ده بقى بيتم؟ يلا بينا. طبعا قلنا ده بيبقى عندك لازم في كومبايلر زي ده، افضل من انه يكون عندك نوت باد. ده تقريبا اسمه فيجوال ستوديو كود. ده فيجوال ستوديو كود لطيف جدا وسهل جدا في التعامل. انا اللي كنت بعمله يا جماعه ان انا باخد الكود، يعني هو بيكتب لي جزء من كود معين واقوم جاي واخده وكوبي بس. ممكن يكتب لي الكود كامل زي ما حصل في الاول، كوبي بيست، واقوم جاي حاطه زي ما هو. تمام. هنا ده الاندكس وده الجزء بتاع الاب اللي هو زي ما قلنا بيشتغل تكنيكال. ده يا باشا كام سطر؟ بص هنا 1237 سطر. انا ما اعرفش سطر واحد فيهم، والجوه بتاع اندكس ده 256 في بتاع والكونفيجريشن. احنا كنا على فكره وصلنا ل 4000 سطر، بس لما خلصت في الاخر وبدات ان انا بقى ايه اروح لادوات ذكاء اصطناعي تانية تشيل حاجات متكرره، تحسن، تظبط الدنيا شويه، بدل ان حاجه ممكن تبقى 4 5 سطور يقوم جاي جامعها في سطر واحد، فلم الدنيا شويه. فبدل 4000 بنتكلم دلوقتي في ان احنا حوالي 1600 1700 سطر برمجي يعني. تمام. جينا يا باشا انا هنا طبعا بقى تعالى نروح على شويه على شات جي بي تي. شات جي بي تي انا طلعت عين اهله الصراحه يعني. شات جي بي تي انا قعدت وما اعرفش، انا خلصت في كود في اكونت، خلصت الليميت بتاعي وبعدين دخلت على اكونت تاني. الجزء ده بقى هم زمانهم ما اعرفش هو فلت منهم ولا إيه، بس انا قعدت يومين وهو ما وقفنيش، وكل ما افتحه بيهنج زي ما انت شايف كده من كتر اللي اتكتب فيه. يعني هو ده انا قعدنا مع بعض كتير قوي، ويحصل غلط واقول له راجع الغلط واقول له انت مش فاهم حاجه، ويقول لي لا، ويقول لي ويتريق عليا، اقول له مثلا صلح الداله دي يقول لي هي دي مش داله. حاجات كده يعني ايه مسخره عملناها مع بعض. هنا اول حاجه طبعا لو كان في قبل كده في اكونت تاني اللي انا قبل ما اخلص اللي اتفصل لي الاثنين عن بعضها. هنا يا باشا جيت رفعت له ده وبعد كده قلت له ايه، يعني اريد اضافه امكانيه حذف فواتير وتحصيلات ومتطلبات برمجيه ومش عارف ايه. دي حاجات انا جبتها منين؟ ده انا الكلام ده مش انا اللي كاتب الكلام ده، من جيميناي. قلت له انا لو عايز اعمل كذا 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 اكتب برومبت عامل ازاي، اب جاي مديني. فقلت له تعالى. فهنا بدا يعدل لي بص ده بدني كود باخده ويعمل لي ده، عدل ده وعدل ده. ماشي. هوريكم بقى حاجات تضحك جدا. قال لك ايه، ادمج التعديلات دي مباشره داخل الملفات. قلت له نعم. كل المرحله دي بص شوف ديت مثلا. قلت له ايه، لا على ما انا اضيف هذه اصلا، يعني انا ما اعرفش والله. يعني هو اداني شورت تو قلت له اعلم فيه. قال لي خليني اوضح لك، في الفايل ده هتكتب كذا، في الفايل ده هتكتب كذا. هنا بص بقول له ايه، قال لك غير الناس على الجستر. قال له انا لان انا لست مبرمج. كل شويه انا اقول له ان انا لست مبرمج عشان يعاملني كاني بطيخ، يجهز لك ملفات وتطلع غلط. بص اليوم ده معلش 3 سطرين قبلها لان المبرمج مش عارف يبدا. قال لي ولا يهمك انا اوضح لك.
فبقى يجيب لي سطرين قبل المكان اللي المفروض ان انا ازود فيه الكود وعشان اعرف ان انا ابحث عليهم، واقوم جاي ضايف الكود بعدها. وانا مثلا اقول له ايه كلمه حسب في المصروفات ظهرت بس ما بتشتغلش، ونرجع نعدل عليها تاني. طبعا الملف كبير جدا. بصوا يا جماعه، انا والله العظيم كل ده على فكره برو، يعني انا مش عارف هم نسيوني ولا ايه اللي حصل، بس انت انا مش هتفلي بقى. ده كان بيوقف الرام بتاعت الجهاز، يعني الجهاز بتاعي قوي يعني، بس ده كان بيوقف الرام بتاع الجهاز. قعدنا كتير جدا بقى بنتخانق مع بعض، وارجع ارفع له الملف ويرجع يقول لي طب خد الملف ده، يقول لي عدل دي، يقول لي دي غلط، واروح لديب سيك، ديب سيك يكتب لي كود تاني، واروح الجيميناي، جيميناي يعدل على الكود. بصراحه خلاصه التجربه، تعالى نفتح البرنامج تاني، لان انا بصراحه مبسوط جدا ان انا عملت حاجه زي كده. الاي اي يا جماعه هي فرصه، ده في ايدينا كلنا، ده في ايدينا كلنا، لازم ان احنا نحسن استغلالها ونستغلها للي احنا عايزينه، ونوفر بيها فلوسنا ووقتنا. مش لو انا مبرمج وبكتب وبعمل ده، فانا متخيل ان انا هقعد وقت كبير جدا. وانا مش مبرمج وعايز اعمل ده، فانا هدفع فلوس كتيره برضه لحد عشان يعمل لي الكلام ده. المره اللي فاتت في ناس قالت لي ده زي برنامج ويب كده، وما بيتخزنش، ده بيخزن عادي جدا ومهما كانت المده، وممكن انك تعمله داتابيز. وفي حد قال لي ده مش برنامج شغال على الجهاز، دي حاجه مبسطه. سالته برضه هل ينفع ان انا اشغله من على الجهاز يبقى برنامج شغال بشكل مباشر؟ قال لي ينفع عادي، نحول الاكواد لصيغه كذا وهنعمل كذا. بس لقيت الموضوع طويل مش مناسب دلوقتي، وانا محتاج بالمنظر ده عشان اربطه بعد كده على الحاجات الاي اي اللي انا هعملها. يعني الاي اي بديع. ممكن ما نفكرش فيه بالشكل السلبي، ممكن ان احنا نفكر فيه بشكل ايجابي، لان هو فعلا مفيد جدا وممكن ان انا نستفيد بيه جدا. دي حاجه لكن كان مستحيل ان انا اقدر اعملها. دلوقتي انا وانت نقدر نعملها بكل سهوله، بس نديلها الوقت، نديلها التفكير، ونعرف نعرف الاله دي بتشتغل ازاي. النقطه دي مهمه جدا، لان انا بعد فتره، يعني طبعا احنا بقى لنا اكتر من سنه وسنتين كلنا بنتعامل مع الاي اي، بس بدات ان انا بقى افهم وانا بعمل البرنامج ده هو ايه اللي يتقال له عشان يجيب لي ايه، فاهم ازاي؟ يعني انا اقول له ايه عشان يحل لي الموضوع ده تحديدا. فبقت في زي لغه تفاهم كده بيني وبينه، انا بقيت عارف بالظبط اكتب له ايه عشان يجيب لي ده. الموضوع كان لذيذ جدا وكان ممتع جدا. 4 ايام او 3 ايام عدوا كده وانا بانام عشان اقوم اتمم. وبافضل طول اليوم يعني باقوم اكل وارجع اروح وانا قاعد في الشغل قاعد اعملها، باخلص بارجع بسرعه عشان كان الموضوع ممتع جدًا. برضه حسيت قد ايه المبرمجين المهنه بتاعتهم صعبه جدًا، بس بجد لو انت مبرمج انت ربنا كرمك بالذكاء الاصطناعي انك انت دلوقتي يقدر يساعدك جدًا. باكد لكم إن كان النماذج الموجودة حاليًا قدرت تعمل ده في وقت طويل، فالنماذج اللي جاية هتعمله في وقت قصير أوي، والنماذج اللي بعدها هتعمل أبطأ منه بكتير أوي. فهارجع أكرر النصيحة، وقت تعلم البرمجة انتهى، وقت تعلم البرمجة انتهى. يمكن حاليًا الناس اللي ينجح معاها شوية تعلم برمجة الAI، ولكن بعد شوية الAI هيبرمج نفسه. يعني الموضوع مش هيبقى فيه تدخل بشري ده. فوقت تعلم البرمجة انتهى، وقت تعلم التصميم انتهى، وقت تعلم اي حاجة ممكن تتعامل على الكمبيوتر تقريبا انتهى. تعلم بس ازاي تتعامل مع ال AI. قولوا لي رأيكم في البرنامج ده. انا حاسس ان هو حاجة جميلة جدا ومبسوط بيها جدا. وقولوا لي لو في مقترحات ان انا احسنه، وقولوا لي لو انتوا عايزين تعملوا حاجة زي كده او عملتوا حاجة زي كده عملتوها ازاي، والتجربة بتاعتكم عاملة ازاي. ولو عايزين تعملوا حاجة زي كده وعندكم استفسار عن حاجة معينة، شاركوها معايا وانا هرد عليكم. الى اللقاء في التطوير بتاعنا. انا قلت لكم ان انا هعمل شركة بدون ولا موظف، هتكون قائمة بكل حاجة، مش هتكلف اكتر من 1000 جنيه وبحاجات مدفوعة يعني. وهنشوف ده كده اول الغيث ان شاء الله. هنقدر اننا نعمل ده ونعمل التجربة مع بعض ونشوف وصلنا ليه. فتابعوا الاكونت وتابعوا اليوتيوب، ان شاء الله كل ده ينزل عليه كامل، وتعرف ازاي انك تقدر تعمل شركة كاملة استبدل عدد موظفين رهيب فيها بالاي اي بس.